اللي لسه ما جربش التركة بتاعتي دي في البسلة بجد فايته كتير، فايته كتير قوي. بصوا الجمال، شايفين الحلاوة؟ لا وكمان اللي لسه برضو ما جربش التشريبة اللي هسقي بيها الجلاش فايته كتير قوي 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 قوي. خليكي معايا الفيديو لحد الاخر وهتعرفي كل التركات والحركات اللي عملتها مع البسلة والجلاش. شايفة عامل زي الورد ازاي؟ بصي جمال، شايفة مورق ازاي؟ شايفة الحلاوة؟ روعة، بسم الله ما شاء الله. صباح الفل على احلى متابعين. بصي بقى، هتجيبي حلة وهتنزلي فيها بمعلقة سمن بلدي ومعلقتين زيت. طبعا انتوا عارفين السمن البلدي بتاعتي جاموسي على بقري، بسيحهم مع بعض. لو عايزين مصدر كويس قولولي في التعليقات. بنزل عليهم ببصلاية متقطعة مكعبات وحتة لحمة مفرومة صغيرة يجي 100 جرام بس، وانزلي معاهم بمعلقة فلفل اسود بس كده، وكام تقليبة شوحيهم لحد ريحتهم ما تطلع واللحمة شكلها يتغير واللون بتاعها يتغير. وانزلي عليهم بالصلصة بتاعتك اللي انتي مصلصلاه، اللي صلصلناها مع بعض وحطيناها في الفريزر. وما تنسيش معلقة السكر. غطي عليها بقى وسيبيها، تبصي تلاقيها اتسبكت وبقت حلوة كده. ما تنسيش تلحلحيها بكبشتين شوربة. وبعد ما تتسبك روحي نازلة بالبسلة بتاعتك كده، وبرضو انزلي معاها بكبشتين 3 شوربة لحد ما تلاقي القوام بتاعها بقى مناسب ومعقول. بس كده، غلوتين 2 بالظبط. روحي نازله بقى بالجزر بتاعك متخرط. هتقولي لي ما بتحطيش ليه الجزر مع البسله؟ علشان البسله بتاخد سوا شويه عن الجزر، انا مش عايزاه مهري. وفي الاخر بعد ما تستوي خالص اروح محمره بطاطسايه كبيره متخرطه مكعبات، احمرها واروح حطها على الوش واطفي عليها واغطي الحله. بس كده خلصت وزي الفل كده البسله في منتهى الجمال. يلا بقى نعمل صينيه الجلاش الحلوه بتاعتنا دي. مش محتاجه اقولك بقى ان الجلاش زي ما انت عارفه مش بجيب البواكي بتاعت السوبر ماركت، انا بجيب من الراجل اللي بيبيع فطائر وحاجات زي كده. السحب عنده بيبقى عالي والجلاش بتاعه بيبقى فريش وجميل وطازه، ولا مزنخ ولا له ريحه ولا فيه اي حاجه. بحط طبعا معلقه سمنه محترمه حلوه كده في الصينيه، وبعدين احط نص الجلاش، وبعدين احط اللحمه بتاعتي متعصجه. وطبعا بين كل ورقتين اروح حاطه معلقه سمن سايحه كده زي ما هتشوفي، ورقتين ورقتين واحط معلقه السمن. مش بقى مش بستعمل الفرشه، رغم ان انا عندي والله يا ولاد فرشه، بس انا معرفش ايه، دقه قديمه شويه يعني. عندي الفرشه مش بستعملها، يعني اروح مسيحه السمن كده في الميكرويف، واروح حاطه ما بين كل ورقتين احط انزل بمعلقه سمن كده على الوش. بس كده خلصت الكميه كلها. وقطعيها زي ما انت شايفه كده مربعات زي ما تقطعيها، وساوي كده الحروف، دخليها كده في الصينيه كويس وظبطيها كده بحروف صوابعك، وبعدين روحي حاطه السمن. طيب ايه التشريبه بقى اللي هحطها؟ لبن وبيض؟ لا، كبشتين شوربه حلوين كده من شوربه الفراخ اللي انا سلقتها. ما انا كنت سلقه فراخ يا ولاد، وكالعاده نسيت اوريها لكم وما صورتهاش اصلا. بس كده الفرن طبعا والع على درجة حرارة 200 او 220، بحطها على الرف الاوسط، ما بولعش شواية خالص. تلت ساعة وبتطلع زي الورد كده. ونسيت اقولك على يعني تركة حلوة، لما تسقيها سواء لبن وبيض او شوربة، تسيبي الصينية 10 دقايق قبل ما تدخليها الفرن. سيبيها لحد ما تشرب التشريبة خالص وتتشمع كده، وروحي مدخلها الفرن. تطلع بقى زي ما انت شايفة بقى، جميلة كده ومورقة وحلوة ولونها جميل جدا جدا جدا، ومقرمشة من بره ومن جوه طرية وزي الفل، حلوة قوي. جربي الطريقة بتاعت الشوربة دي هتعجبك جدا جدا. بصي الحلاوة، شايفة اللون، شايفة الجمال، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. والرز ابو شعرية برضو كنت عملته، لاني صورته كتير قبل كده فما حبيتش ان انا اطول الفيديو. عرفته بقى وبسويه زي ما انت شايفة كده في السيرفيس. وهجيب البسلة بتاعتي، هتشوفيها جميلة ومتسبكة، والسمن بتاعها ظاهر على الوش كده. محدش يقول لي السمن كتير، لا،
هي الاكل بتاع زمان كده لازم يبقى متسبك والسمن بتاعه ظاهر على الوش كده، يبقى جميل. يقولوا ايه عليه ايه بختمتها، مختومه مختومه بالسمن. اللهم صل على النبي. ورحت عامله كمان شويه شوربه بلسان عصفور، خدت حمرت شويه لسان عصفور كده بمعلقه سمن ونزلت عليهم بالشوربه، ويا دوب هي غلوه واحده وبغطي عليها وبس وبطفي عليه بس كده. هي بيستوي في السخونيه بتاعه الشوربه. وهو مش لسان عصفور، لا دي الحروف الصغنونه بتاعت زمان دي لو فاكرينها. شايفين الاكل جميل ازاي؟ وكانت احلى غدوه وبألف هنا وشفا. نقول بقى الدعاء: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله.